حياكم الله مشاهدينا الكرام في الحالة التحكيمية التي صاحبت مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي، والتي وصل من خلالها فريق النصر إلى المباراة النهائية. الحديث التحكيمي مع الخبير الكابتن فهد المرداسي، الخبير في قنوات الSSC. حياك الله يا كابتن، وسعداء جدا ان تكون موجود معنا. والكابتن نور صبري طرح سؤال مبكر في الاستوديو التحليلي، فلهذا الإجابة راح تكون معك كابتن. بالضبط. اول شيء مسي عليك بالخير اخوي عبد العزيز وعلى الساده المشاهدين والمشاهدات. مباراه النصر السعودي والشرطه العراقي مثل ما ذكرت فاز فيها فريق النصر وتاهل للمباراه النهائيه. طبعا قادها الحكم الاماراتي عادل النقبي، وكان معاه حكم الفيديو ايضا الدكتور عمار الجنيبي. عندنا 6 حالات اخوي عبد العزيز، خلينا في البدايه نستعرض الحالات وبعد كذا نتكلم على طرح الكابتن نور صبري. بنشوف معانا الحالة الأولى كانت في الدقيقة 31، وطبعا هي هدف النصر اللي في البداية تم احتسابه وبعد كذا تم إلغائه عن طريق التقنية، تقنية الفيديو. وطبعا هي التقنية دائما إذا كانت موجودة تقنية دقيقة يتم وضع آخر جزء من المدافع لاعب النصر. هنا لو نلاحظ المتقدم بالرأس، إذا هنا تسلل. أنا معليش صحيح أكسر البروتوكول حق القناة وشوي والتحكيم. أنا لو الكاميرا تروح ورا شوي، لأن هذه اللحظة اللي احنا لازم نفتخر فيها. المنظمين اللي موجودين هم موجودين معنا في البطولة بالضبط، يحتفلون طبعا أنه بتكون هذه آخر مباراة تلعب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. كلهم شباب سعودي ساهموا في تغطية هذه البطولة من هنا من أبها، وهذه اللحظات الكبيرة لحظات فخر بالنسبة لهم، مشاركة في نجاح هذه البطولة من خلال التنظيم. ونحن بالتأكيد نحيي هؤلاء الشباب وندعمهم، وطبعا تلقوا الدعم الكبير من الاتحاد العربي لكرة القدم، من المسؤولين سواء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكذلك أمين العام للاتحاد العربي الأستاذ والدكتور رجاء الله السلمي، وكذلك المدير العام للبطولة الأستاذ معيض الشهري. فلهذا يستحقون منا كل الشكر وأيضا العرفان على هذا الدور الكبير. وأنا أعتذر منك لأنه هذه اللحظات بالعكس يستاهلون، وشكرا لك على أنك برضو شكرت منهم أخوي عبد العزيز، وهذا واجبنا احنا نوقف مع ابناء البلد. نعم. وان شاء الله باذن الله مزيد من التنظيم البطولات القادمه ان شاء الله باذن الله. طبعا خلينا نبدا نعيد التحليل عشان بالضبط. عندنا مباراه النصر السعودي والشرطه العراقي، قادها طاقم تحكيم اماراتي بقياده الحكم عادل النقبي، وكان معاه في تقنيه الفيديو الدكتور عمار الجنيبي. عندنا الحاله الاولى كانت في الدقيقه 31، وفي البدايه تم احتساب هدف النصر، وبعد الرجوع لتقنيه الفيديو تم الغاء هذا الهدف بداعي التسلل. لو نلاحظ انه جزء من رأس لاعب النصر المهاجم اللي هو كريستيانو رونالدو كان في موقف تسلل ومتقدم على آخر ثاني مدافع، وقرار سليم من حكم الفيديو بالتدخل في هذه الحالة. نشوف الحالة الثانية كانت في الدقيقة 34 داخل منطقة جزاء الشرطة، وعندنا اختبارات حقيقية للحكم في هذه المباراة. ونلاحظ أن الحكم عنده ثبات في القرارات. هنا في البداية حالة صعبة، من نجح بلعب الكرة نجح فيها لاعب الشرطة وأخرجها إلى ركلة ركنية. بالضبط، هذه ما فيها ركلة جزاء، ركلة ركنية، قرار سليم. لا اتخذها هو، لم يعد إلى الفار. بالضبط، هو اتخذها. حالة صعبة، ولكن المدافع نجح بلعب الكرة، المهاجم سقط نتيجة هذا الاحتكاك، ولا يوجد ركلة جزاء للنصر، وأيضا لا يوجد تحايل من لاعب النصر. قرار سليم من الحكم باستمرار اللعب. الحالة الثالثة معنا في الدقيقة 35 بعدها بدقيقة مباشرة، وهذه حالة بنشرحها بس نوضحها للسادة المشاهدين. نشوف في البداية هنا طبعا صار في اللي هو احتكاك يد لاعب الشرطة على لاعب النصر. بنشوف في الإعادة اللي هي الكلوز هي اللي أوضح، وبنشرحها شرح سريع وواضح، بس نوقفها هنا. نوقفها يد لاعب الشرطة وضعها طبيعي، لم تكن عاليا. لاعب النصر هو اللي جاء أسفل ونزل اللي هو جسمه، فهذا اللي أدى إلى الاحتكاك. لو كان لاعب النصر يعني زي ما تقول واقف بشكل عادي ولاعب الشرطة رفع اليد عاليا واحتك معاه في الوجه، بنقول ركلة جزاء. هنا قرار الحكم سليم، لا يوجد ركلة جزاء. لاعب النصر هو من أنزل جسمه للاعب الشرطة وصار هذا الاحتكاك. قرار سليم من الحكم الإماراتي عادل النقبي باستمرار اللعب، ولا يوجد هنا ركلة جزاء لفريق النصر. الحالة الرابعة معنا في آخر الشوط الأول كانت في الدقيقة 44، وهنا طبعا أيضا مطالبة فريق النصر بوجود ركلة جزاء. الحكم قريب وزاوية الرؤية واضحة جدا. هنا احتكاك طبيعي بين اللاعبين. صحيح كان في مسك من لاعب الشرطة، ولكن احنا دائما نعيدها ونكررها وراح نذكرها الموسم هذا بكثرة، انه هذا المسك لم يكن مؤثر على اللاعب ولم يمنع اللاعب من التقدم لمكان افضل. هنا كان تنافس طبيعي عادي بين اللاعبين. قرار الحكم سليم باستمرار اللعب هنا، ولا يوجد ركلة جزاء لفريق النصر. نروح للشوط الثاني في الدقيقة 71.
وهنا طبعا الحكم كانت زاوية الرؤية واضحة جدا، ولكن كان الاحتكاك دقيق جدا في الأقدام على مستوى الأقدام. هنا كان سؤال الكابتن نور صبري. بالضبط، هنا كان استفسار الكابتن نور صبري أنه هناك لمسة يد من لاعب النصر. طبعا في البداية احنا بنشوفها وهذه أوضح زاوية عندنا. هنا لا يوجد لمسة يد، الكرة جاءت على فخذ لاعب النصر ولم تلمس اليد، وبعد كذا لاعب النصر تقدم لمكان افضل، وبعد كذا صار الاعاقه من لاعب اللي هو الشرطه العراقي. نكمل اللعبه معانا. هنا طبيعي، وهنا ايضا لا يوجد مخالفه من لاعب النصر، ولكن هنا كان فيه اللي هو ركل من لاعب الشرطه بالقدم اليسار على قدم لاعب النصر اليسار. هنا كانت ركله الجزاء الرجل بالرجل بالضبط، ركله جزاء واضحه، تدخل حكم الفيديو الدكتور عمار الجنيبي تدخل سليم. طبعا هنا لا يوجد لمسه يد من لاعب النصر، كانت الكره في الفخذ فقط ولم تلمس اليد، وقرار سليم من حكم الفيديو الدكتور عمار الجنيبي بالتدخل هذا واحتساب. بعد كذا ايضا حكم الفيديو راح شافها واحتسب ركله جزاء صحيحه لفريق النصر في الدقيقه 71. اخر حاله معنا في هذه المباراه كانت في الدقيقه 84 داخل منطقه الجزاء، وايضا حكم المباراه عنده ثبات في القرارات وبدأ فيها من بداية المباراة إلى النهاية. قرار سليم من الحكم، هنا لا يوجد ركلة جزاء لفريق النصر، وقرار سليم، هذا تنافس طبيعي، لا يوجد مخالفة على لاعب اللي هو الشرطة العراقي، وهنا الحكم أمر باستمرار اللعب. وبعد كذا حكم الفيديو استدعى الحكم وأيضا أكد قراره أنه لا يوجد فيها شيء. مجملا الحكم عادل النقبي نجح بامتياز في هذه المباراة، وطبعا نتيجة المباراة 1-0 لما يكون مؤثر على نتيجة المباراة الحكم، وطبعا فاز الفريق اللي يستحق التأهل للمباراة النهائية. وتقييمك بالنسبة للكابتن عادل؟ طبعا تقييم يحصل على 7.9 على اعتبار انه عاد لتقنيه الفيديو مره واحده، ولكن لا يوجد لديه اي اخطاء مؤثره في هذه المباراه. بالتاكيد طرفي النهائي سيكون فريقان سعوديان، من تتوقع ان يكون حكما لهذه النهائي؟ والله اخوي عبد العزيز طبعا التوقع صعب، لكن احنا من خلال مجريات البطوله ترشيحات نلاحظ انه بما انه فريقين سعوديين، وطبعا في بعض الحكام غادروا من البطوله، اتوقع انه يكون معانا ممكن يكون المغربي رضوان جيد او المصري محمود البنا، هم اللي كان أدائهم عالي في هذه البطولة وأدوا أداء باستمرار، ونتمنى التوفيق لحكم المباراة النهائية أيا كان يعني. نعم طبعا أنا كان ودي والله ياخذ واحد من الشباب المتطوعين، ولكن كلهم مشوا. ودنا بأي واحد متطوعين ناخذ له كلمة بس، ولكن كلهم احتفلوا في هذه اللحظات وخرجوا.